السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله بقى النهاردة هنعمل الكحك الدايب دوب بقى بتاع اشهر المحلات. طبعا كل وصفات بسيطة وسهلة، وهنحط مكون سري يخلي معاكي الكحك جميل وطري وهش وحلو، وفي نفس الوقت ما تحسيش ان هو يعني ملتوت او مكتوم. هيخليهولك كأنك جايباه اللي هو ناعم، بس ليه طعم مختلف كده. طبعا هنقول المكون السري، بس قبل اي حاجه ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك والاشتراك في القناه علشان ان شاء الله انزل لكم بكل جديد وجديد باذن المولى عز وجل. زي ما انتم شايفين كده هنبتدي ان انا اعمل 2 كيلو من الدقيق هنعملهم كحك. زي ما انتم شايفين جبت هنا نص كيلو زبده نيوزيلندي، وهجيب الباقي 600 جرام زبده بلدي لان انا عايزاه ناعم. في حاجه كمان، انت دلوقتي لما تيجي تجيبي الكحك اللي هو لما تيجي تجيبي السمنه او تيجي تجيبي الدقيق، هتجيبي الاكياس اللي هي الجاهزه هتطلع معاكي ميزانها هيبقى مظبوط، لكن ما تجيبي السايب هتشيلي منها دقيق. وهقول لكم دلوقتي هتعملوا ايه. دلوقتي عندي هنا 10 معالق من السكر البودره، وعندي 600 جرام السمن البلدي اللي قلت لكم عليهم، وطبعا معلقه سمسم ورشه رشه بسيطه كده من ريحه الكحك، لان احنا حاطين سمن بلدي مش عايزين طعمها يروح. وهنحط السر بقى بتاعنا معلقتين النشا. لكل كيلو دقيق هنحط له معلقه نشا. معلقه النشا بتخلي العجينه معاكي طريه وجميله، وفي نفس الوقت تيجي تاكلي كده الكحكايه تلاقيها بتعمل معاكي كده ليها طعم كده، يعني بتديها طعم مختلف. جربوا هتفهموا قصدي ايه. هنحط السكر دلوقتي مع الزبده، ونبتدي ان احنا نضرب السكر مع الزبده كويس علشان خاطر ينعم زي ما انتم شايفين كده. ابتدي ان انا اضربها كويس زي ما انتم شايفين. طبعا الدقيق الكيلوهات شايفين كده. هبتدي ان انا اضرب السكر كويس مع الزبده علشان يطلع للقوام كريمي. طبعا اللون بتاعها ما بيبقاش اصفر كده، لا هيوصل للون الكريمي. طبعا بالنسبه للدقيق اللي هو الكوثر، في نوع اسمه دقيق الكوثر ده بيبقى كيلوهات جاهزه، دوت جميل جدا قوي، ممكن تستعمليه ما بيبقاش فيه اي مشكله. لكن لو انت هتجيبي دقيق من عند العطار او هتجيبي دقيق اللي هو السايب من عند حلواني، فانت تاخدي بالك من كميه الدقيق، ما تحطهاش كلها، لان الدقيق اللي بيبقى في اكياس بيبقى اكتر بكتير من الدقيق السايب اللي انت بتجيبيه. فانت لو هتجيبي دقيق اللي هو السايب هتشيلي منه 3 معالق كبار من الدقيق في كل كيلو. يعني لو 2 كيلو هتشيلي منه 6 معالق علشان العجينه تمسك معاكي. انا هنا عاملاه طبعا شلت منه وظبطت الدنيا، فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ايه يعني تاخدوا بالكم من المقادير كويس. هبتدي ان انا اضرب المضرب كده زي ما انتم شايفين. فانا يعني ما بحبش اضرب بالمضرب قوي، يعني بحب ابس الحاجه بايدي علشان اتاكد ان هو اتظبط يعني معايا كويس، وما بقاش في حاجه فيها محتاجه تتضرب. زي ما انتم شايفين كده اتفرول خالص كده. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اضربه بايديا كده، ابتدي ان انا ادعكه بايديا علشان خاطر يعني تنعم كويس. في حاجه كمان، انت لو هتضربي دلوقتي مفيش اي مشكله، لكن لما تحطي السوائل ما تعجنيش خالص. السوائل ما بتعجنيهاش، لانك لو عجنتي الكحك او البيديفور هتلاقيه معاكي نشف وحجر وبقى مش حلو خالص. زي ما انتم شايفين كده هبتدي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هبتدي ان انا اعمله تاني علشان برضو اتاكد منه. بعد كده برضو هبسه بايدي تاني لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. بعد كده هبتدي ان انا المه بكوبايه الميه. طبعا كيلو دقيق بياخد نص كوبايه ميه او نص كوبايه لبن. حابه تعمليه بالميه ينفع، حابه تعمليه باللبن ينفع. شايفينه بقى ابتدى يلم معايا ازاي. ده بقى اسمه الكحك الدايب، اللي يبقى دايب معاكي وحلو، وفي نفس الوقت ما يعني اللي هو هيعجبك جدا جدا جدا. قوامه هيبقى جميل ومرضي للكل. ابتدي الم كده بالدقيق زي ما انتم شايفين، قصدي بالميه، لحد ما الم. شوفوا انا مش بعجن، انا بحاول الم الدقيق، الم الدقيق كده بالميه زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا المها خالص، وبعد ما المها ابتدي ان انا المها كده زي ما انتم شايفين كده.
هلمها خالص. هي خلاص كده، خلص كوبايه الميه حبه بحبه، ما تحطهمش مره واحده، انزلي بالميه حبه حبه عشان تتاكدي ان العجينه كلها اتلمت معاكي. وما تعجنيش عشان ما ينشفش منك، هتلمي بس بطراطيف صوابعك وخلاص، وتلمي كده. خلاص كده العجينه بتاعتنا اتلمت. هبتدي ان انا اجمعها بقى في على جنب كده واشوفها هتتعمل معانا. زي ما انتم شايفين كده خلاص هبتدي الم عجينتي علشان نبتدي بقى ان احنا نشكلها. طبعا انت بقى لو هتعملي اوردر او اي حاجه زي كده، هتروحي لما العجينه بتاعتك بالشكل ده وتروحي مظبطاها وتبتدي ان انت تقرصي. اما لو انت مثلا يعني هتعمليها ليكي في البيت، شكلي واعملي براحتك، لكن انت تطلعيها اوردر فانت تحاولي تنجزي، عشان مثلا بيبقى بياخد وقت النقش والكلام ده بياخد معاكي وقت. فانت زي ما انت شايفه العجينه كده، بس شايفينها جميله ازاي وطريه ازاي. خلاص كده نبتدي ان احنا نكور بقى ونشتغل. طبعا انا عامله حبه عجوه وملبن طبعا من الكحك اللي قبل ده، فانا مجهزاه. فهبتدي ان انا بقى اشتغل على طول زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هبتدي ان اكور. شايفين ملمس العجينه جميل ازاي. خلاص كده. طبعا انا الصواني ما اخلص حاجتي كلها بروح ماسكاها منضفاها، لكن طول ما انا بعمل لسه مش هقعد اغسل واعمل، لا اخلص حاجتي واغسل حاجتي مره واحده. هبتدي زي ما انتم شايفين كده اهو. هبتدي ان انا اعمل الكحك بتاعنا. في حاجه كمان، لو انت بقى حابه ان انت تعملي الكحك وتبيعيه او تشتغلي اونلاين، هقولك ازاي تطلعي مكسب ليكي، واقولك بتحسبيها ازاي بالظبط بالنسبه للكيلو. فانت مثلا هتجيبي كيلو دقيق، كيلو الكحك مثلا هيكلفك 150 جنيه مثلا. هتروحي جايبه ال 150، تروحي قسمها نصين. هتروحي قسمها نصين يبقى 75. هتروحي حاطه على ال 150 75 جنيه بس. طبعا بعد ما تحسبي بقى مكسبك كهرباء و... وغاز وكده يعني. بعد ما بتحسبي حاجتك بتطلعي مكسبك بالطريقه دي. بتروحي حاطه الحاجه سعر الحاجه كامله، وتروحي ضايفه عليها نصها، يطلع معاكي المكسب اللي انتي عملتيه. وبالشكل ده الكحك. شايفين الشكل الجميل؟ شايفين الكحك جميل والنقشه معموله ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل ازاي. طبعا احنا هنشغل الفرن طبعا على درجة حرارة 180 ونسيبه بقى براحته ونشغله فوق وتحت. لكن انت لو عندك فرن عادي هتشغلي تحت، بعد كده تفتحي عليه الشوايه من فوق وهتلاقي الدنيا زي الفل. زي ما انت شايفه كده هبتدي ان انا اخلص كده واعمل اكورها واروح ضغط عليها بالبصامه. دي بتنجز معاكي جدا، وبالذات لو عندك اوردر عايز تعمليه او حابه تعملي كميه كبيره وما فيش حد يساعدك. زي ما انت شايفه كده، شايفينها بتتكور وجميله ازاي، ملمسها جميل جدا جدا جدا. طبعا مش عايزه اقول لكم ريحه السمن البلدي يعني جامده بطريقه غير عاديه. السمن البلدي يا جماعه بتفرق جدا في الكحك والبسكوت والغريبه والبيدي فور كمان. طبعا ما تحطيش الحاجه الا لما الفرن يسخن كويس. وزي ما انتم شايفين كده هوريكم شكلها بقى واحنا بندخلها في الفرن. ادي شكلها خلاص كده. هبتدي ان انا احطها بقى في الفرن بتاعنا واسيبها يعني تستوي بقى. بعد كده هوريها لحضراتكم بعد ما نخلصها خالص. هنوريكم هي شكلها عامل ازاي وملمسها عامل ازاي. شايفين العجوه من جوه شكلها جميل ازاي؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ وهوريكم دلوقتي الملمس بتاعها جميل ازاي. طبعا انا هنا الصينيه دي انا مش بحطها في الفرن السودا، فما تحطوش اي صواني سودا في الفرن عشان ما تكتملكمش الكحك. دي انا بطلع عليها زي ما، لان دي لو سخنتي فيها تلسوع لك الكحكايه من تحت ومش هتبقى حلوه. هوريكم شكلها من تحت. خلاص كده بتعملوها في الاطباق اللي في الصواني الالومنيا هتطلع معاكم لونها ذهبي وجميل. لكن الصواني التانية بتسود اللي هي الغامقة بتكتم شكل الحاجة وتكتمها وتخليها مش حلو. خلاص كده انا زقيت الصينية في الفرن كده، هسيبها بقى ان هي تستوي وتتعمل. وادي شكل الكحك بتاعنا. مش عايزه اقول لكم مفيش جمال وحلاوه بعد كده. شايفين شكله جميل ازاي؟ وهوريكم كمان مدى نعوميته ومدى طراوته كده. شايفين جمال والحلاوه؟ طعمه جميل جدا 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 جدا. شايفين الملبن جميله ازاي من جوه؟ بصوا هوريكم الملمس. طبعا انا بدوقها كده من حلاوتها مش قادره بصراحه. شايفين جميله جدا وناعمه، الدايب دايب دايب فعلا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.